لو عايزة تاكلي أكلة خفيفة يبقى اقفلي الفيديو ده على طول، عشان الوصفة دي حرفيا مش هتخليكي توقفي أكل. وصفة بيض خطيرة لجوع نص الليل وفي 10 دقايق بس. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة بتاعتنا ازاي. أول حاجة حطيت شوية زيت على النار، وطبعا سبتهم لحد لما يسخنوا، ونزلت كده بشوية بصل. أنا طبعا البصل ده مفرزاه فسبته طلعت منه حتة شوحتها زي ما انتوا شايفين. وانا بشوحها رحت حاطه كمان معاها شويه من الثوم. هنا حسيت ان البصل بتاعي كان قليل شويه، رحت مزوده حته كمان. عايزه اقول لكم ان ريحه البصل مع الثوم وهي بتتشوح على النار بتبقى بجد ريحتها خطيره جدا. بعد كده بقى نزوم بقى الكلام العالي بقى، عايزين نعلي الطعم. هروح حاطه حته من هريسه الشطه. عايزه تحطي فلفل حطي، عايزه تحطي فلفل بارد حطي، مفيش اي مشكله. ولما تشوحوا كده كلهم مع بعض نزلت عليهم بالصلصه. انا هنا عندي تسبيكه كنت سايباها في الفريزر، طلعت منها حته وحطيتها على النار. هضيف عليها ايه كمان؟ هضيف عليها صلصه كده موجوده عندي فيها ريحان. الوصفه دي لو حطيت لها ريحان او زعتر هتديكي تيست حلو جدا. بعد كده نزلت عليها بشويه ميه، وهبتدي انزل بالبهارات بتاعتي. ايه البهارات اللي انا حطيتها؟ حطيت شويه من الكمون، وشويه كمان من الكزبره، وعليها رشه من الفلفل الاسود. وهعملها بقى بتركاية جميلة جدا. حطيت كمان شوية من الملح وشوية من البابريكا. ايه التركاية بتاعتي؟ رشة قرفة. رشة القرفة هتوديها في حتة تانية. وكمان حطيت لها رشة من السبع بهارات. احفظوا كويس البهارات دي عشان تخلي طعمها. بصي، كل اللي هيدوق الوصفه دي هيقولك انت عاملاها ازاي. هنا بقى كان عندي حته لحمه مفرومه، قلت يلا مش ولا بد، مش هستخسر في نفسي. ورحت حطوها كمان، وشويه بقى خضره، بقدونس على كزبره على شبت، وهسيب الكلام ده كله بقى يتسبك مع بعض. بعد كده اتسبكوا خلاص، دقت الملح بتاعها لقيته مظبوط. ابتديت انزل عليها بالبيض بتاعي على حسب الكميه طبعا اللي انت عايزاها. وبعد ما بحط البيض بديها رشة من الفلفل الاسود. وبعد كده اروح مغطية الحلة بتاعتي او المقلاية بتاعتي، واسيبها 5 دقايق كده لحد ما اتأكد ان هي استوت. هنا بصوا عاملة ازاي بتبقبق بجد، الريحة كانت قلب الشقة. هنا كده خلاص كانت استوت. شايفين المنظر؟ في اللحظة دي بقى ممكن تحطوا جبنة موتزاريلا وهتسيح وهتديها طعم خطير جدا. بس للأسف أنا هنا ما كانش عندي، فبرضه قلت عادي مفيش مشكلة، الوصفة بتاعتي مش هتقف على الجبنة الموتزاريلا. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم بجد طعمها كان خطير. انا كنت قاعدة باكل، انا مش قادرة ابطل اكل من كتر ما هي وصفة كده خفيفة كده حرشة، وطعمها خطير. وصفة كمان اقتصادية بجد بجد، لازم تجربوا الوصفة دي. هنا بقى لزوم بقى الحلاوة كده والجمال، رحت حاطة شوية من البصل الأخضر، وبصراحة اداها طعم حلو جدا جدا جدا. عايزة تعملي جنبها شوية سلطة، عايزة تحطي جنبها حتتين مخلل، مش عايزة تحطي أي حاجة خالص، مش هتقولك لا. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.